ايه رأيكم في الفطيرة العملاقة بتاعتي؟ وطلعت شوفوا حواليها سمنة قد ايه، وشوفوا الفطيرة بتاعتنا من تحت عاملة ازاي. يعني حاجة فاخر من الاخر. هقول لكم على عيوب الفطيرة دي كلها في اخر الفيديو. تعالوا بقى نعمل ايه. فردناها في الصينية، حطيناها في الصينية وفردناها كلها كده في الصينية. هنحط بقى حتة زبدة بلدي على معلقة زيت على ايه حتة زبدة من التانية دي. الزبدة التانية دي بطعم الزبدة فلاح. فاحنا هنخلط الخلطة دي كده. ممكن تخلطي بيضة وتحطيها لما يكون مفيش قشطة. احنا كده مفيش قشطة، اول مره اعمل فطير من غير قشطه، ومانيش عارفه بقى هي هتطلع كده بالتوريقه دي حلوه ولا لا. هقول لكم الحقيقه، ان طلعت حلوه هقول لكم جميله وسهله، وان طلعت مش عجباني هقول لكم مش عجباني. محتاره ومش عارفه اعمل اكل ايه النهارده. اعمل ايه؟ عندي كيس دقيق وعندي معاه ايه تاني ننخله. لازم ننخل الدقيق في الشتاء، في الصيف وفي الشتاء، بس في الصيف ده حكم الدقيق يتنخل، ما انتيش ضامنه ايه اللي فيه. نخلت الدقيق، كيلو الدقيق هحط عليه هحط عليه كوبايه دقيق، كوبايه دقيق الحبه الكامله. شوفوا عامل ازاي اهي كوبايه دقيق الحبه الكامله. لازم الدقيق الحبه الكامله الحبه البيضاء يتنخل يا جماعه، ما انتوش ضامنين ايه اللي فيه. شايفين في ايه؟ ده ممكن استعمله ازاي؟ بصي كده تستعمليه وهتقولي ما تنخليش الدقيق الحبه الكامله ازاي. شايفين الزغادير والحتت اللي فيه وتقريبا حاجات سودا فيها ايه. ازاي بقى اعمله من غير ما انخله؟ ما طلعش حاجه يعني عشان اعمل كده. لازم انخل الدقيق، انخل الدقيق عشان تخلي الدقيق يرضى فيه عايم على الوش اهي. المنخل بمنخل واسع ونخل الدقيق. عندنا كده كيلو دقيق وكوبايه دقيق الحبه الكامله، معانا معلقه سكر ونص معلقه ملح، معانا كمان بالصلاه على النبي ميه. اكتر من كده مش عاملين. دي نص كيلو ميه وده كيلو دقيق وكوبايه. هنعجنه. هنعجنه ازاي؟ نخلي الدقيق ياكل. شوفوا حطيت نص كيلو ميه كله، ما انا معايا كوبايه تاني زياده. فهعمل كده، اتوه الدقيقه بتاعتي في بعضيها العجينه واسيبها تعجن نفسها. طبعا انا عامله حسابي ان الكوبايه هتاخد ميه، دقيقه كمان هتاخد ميه اهي. ونعجن ونعمل ايه بقى؟ ونقولي نعمل ايه؟ انت قاعده محتار ومش عارفه تعملي اكل ايه. عندك حبه دقيق وحته سمنه شويه زيت، واعملي فطيره مشلتته ملهاش حل. يلا معايا قومي، بدل ما تاكلي اكل اي كلام اعملي الحركه دي. شوفوا انا حطيت كوبايه صغيره دي ميه تاني. في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق بياخد ميه قليله، بس احنا مش عايزين العجينه ناشفه قوي. دقيق كده حلو ومش هياخد ميه تاني. انا بقى عشان قلت لكم قبل كده دراعي وجعني، لا هعجن ولا هوجع في قلبي. هعمل ايه؟ هتوه العجين الدقيق من العجين واسيبه يعجن نفسه كده معاكي زي الملبن اهي. يعني العجين ما سابش ايديا حد. هنسيبها كده. تعالوا نشوف بقى العجينه بتاعتنا. حطينا عليها حتى كيس الدقيق. شوفوا العجينه عامله ازاي، بقت عامله ازاي، بقى لها عرقات اهي. يعني انت كده عجينتك اتعجنت لوحدها بجد. شوفي بقت فيها عرق. شوفوا احنا كنا بنشتغل فيها كانت عامله ازاي. بالصلاه عليك يا نبي. كل اللي نعمله بقى نخشف في العجينه كده، ندخلها جوه بعضيها تاني. شوفوا بقى ولا بتلزق في ايدك ولا بتطلع في ايدك ولا حاجه. فكره جميله جدا بتاع العجين ان انت تسيبيه يعجن نفسه ده. في ناس ما بتعجنش العجين علشان المشكله انها ما بتعرفش تعجن. وانا العجينه بتاعتي حاساها كده حلوه بس عايزه ميه بسيطه قوي. هتوه بس شويه الميه دول وهسيب عجينتي تريح بقى، وانضف الرخامه كده على ما عجينتي تريح. واقوم عامله ايه؟ نفردها مره واحده خفيف وحلو. شفت الفطيره؟ هنحطها كده اهو تريح لما نيجي نفردها تتفرد بسهوله ونغطيها بنفس الكيس. شوفوا الصابون بتاعي اللي ما عملش مشاهدات بيخلي المواعين عامله ازاي. الفضه ما هيش عامله زيهم كده، احلى من الفضه. شايفين حبيبي يا رسول الله؟ حبه دقيق بقى نرشهم كده ونعمل ايه؟ ونطلع الفطيره بتاعتي ريحت وبقت حاجه حلوه. الفطيره بتاعتي عملت ايه؟ هعمل ايه بقى؟ شوفوا الفطيره عجينتها طريه والجو حر، وان شاء الله هنشتغل صح ونفرد بالشكل ده وبعدين بقى الحبه الكامله دي ما نحطها في حاجه، نحط منها جزء لكن ما نحطهاش كلها. معايا في الكلام؟ شوفوا بقى بالصلاه على النبي عملنا فطيره عملاقه. شوفوا طول الرخام. هنعمل ايه؟ معانا زبده، حطينا عليها زبده عاديه، زبده فلاحي. وهنعمل ايه؟ هنمسكها بقى نعمل فيها كده كده اهو.
دي بقى هنعمل ايه بقى؟ هنمسك نقطع من فطيرتنا كده جزء كده كده، حته صغيره وحته كبيره. وقلت لكم الف مره ان تيتا ما بتعرفش حبيبها من عدوها، اللي بيعرفوا يظبطوا ايديهم هم اللي بيعملوا كده. طبعا الحرف ده مدهون هيدهن ده كده، وهنيجي نقلب كده، هنروح حاطين دي مدهونه ايه على دي، ودي مدهونه ايه على دي، كلام جميل. وبعدين هنقلب كده، نشد كده بقى ونقلب، وديت كده نشد بقى العجينه ونفردها عليها كده كده عشان تترقق بقى اهي. ونعمل كده لحد ما نخلص الفطيره بتاعتنا. تعالوا بقى شوفوا الصينيه اللي هنحطها فيها الفطيره دي. هنحدينها بس دهنه خفيفه قوي زيت، يعني شوفوا مش حاطين كميه ولا حاجه. تعالوا شوفوا الفطيره عملنا لها ازاي، قفلنا عليها كلها كده. تعالوا بقى نمشي بها كده، نقلبها على الوش اللي متقفل كله كويس، عشان ايه؟ نخلي السمنه ما تخرجش منها كده. ونحط الفطيره بتاعتنا نسيبها تريح شويه، يعني ممكن تحطها في التلاجة بس بقى احنا عايزينها على طول، فاحنا هنسيبها بس تريح عشان نفردها في الصينيه دي. شوفوا الفطيره عمقها قد ايه، فطيره يعني، دي فطيره فيها كيلو وايه، وكوبايه الدقيق البلدي اهي. شوفوا دهناها دهنه حلوه كده، والفرن ولعناه يسخن قوي لان هنحطها برده في فرن البوتاجاز، والصينيه دي كبيره عن الفرن بتفضل الباب مفتوح شويه، يعني كانت عايزه فرن رايس. وكده بقى هنحطها ونسيبها تستوي، وان شاء الله تطلع كويسه اهو. يلا بقى سلام. ده اول عيب في الفطيره بتاعتي، انها طلعت حتت، مش طلعت فطيره مورقه رقات. ده العيب الاولاني. الفطيره بتاعتي بدات تحمر رقايه يا جماعه، شايفين شكلها؟ العملاقه اللي اكبر من الفرن. الفطيره بتاعتنا عملناها غلطه مني قبل ما وانا بعملها. شوفوا التوريقه بتاعتها عامله ازاي. الفطيره توريقتها اولا ما جاتش كويسه، ثانيا ان انا ما لميتش العجينه تاني وطبقتها من تاني. كان في حاجه كده شغلتني خلتني فردتها وما طبقتهاش تاني. كان المفروض افرد العجينه واطبقها تاني وبعدين افردها، فما عملتهاش. الرقات بتاعتها شوفوا عامله ازاي، كل حته فيها راق في ناحيه، عشان اقول لكم تاخدوا بالكم في الحاجات دي. انا المفروض ما نزلش الفطيره طلعت معايا مش كويسه ووحشه خالص اهي، المفروض ما نزلهاش اهو. شايفين ما هيش حلوه خالص، فطيرتنا مش ناجحه خالص، بس هتتاكل معايا في الكلام. شربت السمنه بتاعتها، والفطيره ما هيش قابه ومورقه كده طالعه بقى عشان احنا ما فردناش تاني. طالعه الرقات بتاعتها شوفوا مزغدله ازاي، شايفين كل رق حته السلخه بتاعته زي ما هي. لازم كانت الفطيره تتلم من تاني وتتفرد تاني. انا استعجلت وعملت كده اهو، ودي كانت المشكله اللي بوظت الفطيره. فانت تاخدي بالك من حركه زي كده ممكن تدمر لك الفطيره، بس هتتاكل. بس انا قلت اخليها انزلها عشان الواحد ياخد باله. دي البلد مخليها مسكره وحلوه، بس هي مشكله كبيره فيها كده، الفطيره مش ناجحه خالص خالص. الفطيره طعمها مسكر وحلو قوي بسبب حبه الدقيق البلدي، الحبه الكامله اللي حطيناها مخلي طعمها بجد حلو قوي. والتوريقه اللي عملناها بس خلطنا السمنه الزبده مع السمنه، الزبده بطعم الزبده مخليه طعمها حلو زي ما تكوني عاملاها بزبده بس بصراحه زعلانه عليها قوي. قعدت كتير صغيره اللي بوظت لنا الفطيره. اتفرجوا على الفيديو وشوفوا ايه العيب بتاع الفطيره. انا عايزه اتني الفطيره على بعضها علشان تطلع، بس بجد طعمها حلو قوي. شوفوا عامله ازاي، شايفين شكل الفطيره؟ بس ماهيش ناجحه خالص، مش دي فطيرتيتا نهائي. بس بخطوه واحده يا جماعه ممكن نبوظ الحاجه، خطوه واحده ممكن تفشل الحاجه نهائي. شوفوا شكل البتاع ده تلاقيه ناشف بقى، ما هي كانت المفروض. هنشوف ايه؟ هنشوف الفيديو وهنشوفه كويس، وهنعرف من الفيديو عيوب الفطيره اللي معانا. عايزين تتفرجوا على الفيديو وتشوفوا العيوب؟ اهلا بيكم ومرحبا بيكم، على اساس تتعلمي من الخطوات وتتعلمي من فشل الحاجه ازاي ما نخليهاش تفشل معانا. اتفضلي مع تيتا. تيتا بتعرض نفسها انها تعمل حاجه باظت معاها، بتطلعها لكم علشان تقول لكم